كل الانديه والنادي المصري بيكبر ده ما اشتركش وفؤاد والرباط، احنا اصبحنا النادي المصري مستهزئ تماما. ما انا اقول لسعادتك دخلنا السنه اللي فاتت البطوله واحنا النادي اللي عندنا اكثر من 800 شبه بيلعبوا في النادي. ما ريحناش العمليه واشتغلنا في عز مش عايز اقول لك الاهوال اللي قابلتنا في الماتشات الخارجيه والداخليه. المحافظه بتصرف لها سعادتك 40,000 جنيه من 21 سنه. كل الدنيا غلت، ال 40,000 جنيه بتوع المحافظه ما جابوش ساعتها بقوتهم الشرعيه يوم بعد يوم بتقل. بس بنقول برضه بالله متشكرين ان هو بتسند بيجي لي 40,000 دول على شويه حاجات بيجوا من مدير الشباب والرياضه كتر خير الحمد لله، على بعض الموارد بقدر اقبض الناس وصلوا لنفس الشهر. دلوقتي انا داخل على دوري بعد 25 لاعب ايه اقل حاجه في مصر كلها 40,000-50,000 لاعب في النهارده داخل على 600,000-700,000 بنديله 25% عشان تعمل معايا يبقى كل واحد ياخد له 15,000 جنيه 15,000 25 تمشي النادي بعدم مفيش لعيبه حوالي ساعتين النهارده كل الجديد بيعمل تحضير معظم اللعيبه مش صعب الناشئين على بدل ما احنا 25 12 20 يعني وهطلع كل دوري كده. لا مش كل دوري افضل على يعني لو بتاعت منتهى كمشن ده هو الشغل عليه. حتى ال10 اللي هيستنوا بتجدد لهم بتديهم نفس النسبه، يعني كل سنه ليها عقد 60,000 او 70,000 الموضوع مش بالظبط. حضرتك مش عارف نساعدك انا فعلا وربنا يديك الصحه وما اعتقدش لا هو انا عايز احط ايدي كده في الموضوع معايا انت كام؟ تعرف المرتبات عندي كام؟ 91,000 انا عندي 600 ناشئ و50 ما بين مدرب واداري و 100,000 يعني لولا الشيك اللي ممكن يسمحوا لي بقى اجيبه كل 6 شهور تمشيش الحال وعمر ما رجعت المحافظه. بس لما يكون في تعاقدات انا مش قادر قدامك حل وبعدين ما نقدرش نرخي ده الشعب. وانا شايف ان النادي المصري اكثر شعبيه من المريخ طبعا وممتد بقى حتى مع مش مع الشباب يعني حتى مع الرجال. طب ايه السبب ان المريخ يعني اقل شعبيه او ما يحاولش يعوض؟ الابن الاكبر المريخ يا باشا حتى احنا كلنا بنحبه مفيش ده يعني كده من رجال الاعمال ولا فرار ولا احنا نادي شعبي منظم جدا ونادي فيه حب جمهور يعني المسابقه كلها يوم المريخ هيجي يقع المريخ. انا دخلت اول ماتش لعبه نادي البيت لما كان في راس البر كان حد كلام ابو جلال الله يبارك فيه عثمان العثماني اسمه عبد العزيز كانوا جرايد سيد حامد الناس ده من عمر كان فوق ال 35 ما بقول لحضرتك ما تقولش الماتش ده الماتشات ده في 72 بس كان ايام المريخ كان طالع كويس والله يرحمه سيد حامد كانوا انجليزي حضرتك المريخ يلعب دلوقتي كل ماتشاتنا اسماعيليه ده اتمنى ليه عشان حاجه امنيه لا عشان كان الاحداث بس تستقر عن طريق باذن الله ممكن مصر المريخ يرجع يلعب في مكانه ان شاء الله باذن الله. اديك كلمه خصوصا بايه حاجه زي ما نقول زي ما حضرتك دلوقتي بتقول النادي اللي هو طبقه ثانيه او الناس الغلابه او الفقراء ماشي خد طبقه فقراء يا سيدي اللي هم ممكن تلاقي واحد منهم بيبرشم وبيتنيل مش عارف خد طبقه فقراء بس الهيهم بحاجه وانت اعمل مستوى كويس ويجروا وراك وتبقى الامور تبقى بنعالج حتى الشباب. الحاجه الوحيده اللي بتستخدم المريخ وبتتعاطف معاها بدرجه عاليه. تعرف ان الماتشات بتوصل لل 10,000 و 15,000 المدرجات واحنا غلاب بس الناس بتحبنا ليه؟ حاسس نادي البطل نادي الفقير على فكره مسمينه في البلد اسمه نادي الفقير الولد اللي مش لاقي يلبس ولا شورت وفانيلا يقوم جاي عليك. النادي اللي ما فيهوش وسط النادي اللي ماشي على البر والله يا حضرتك حضرتك بيعمل ايه؟ النهارده هنجيب 30 وعايز اقول لسيادتك ان هو ده راس مال نادي المريخ على مدار 10 15 سنه. فان شاء الله احنا عندنا اشرف عبد الغني المدير بتاع الناشئين بسم الله ما شاء الله بيورد لنا قدر المستطاع او عامل مجهود بالبر القطاع وبنحاول
مع لجنه تعاقدات الجون ده كابتن بوبو وابراهيم جوهر بنحاول نجيب لعيبه ان شاء الله مستواهم متميز في اقل امكانيات ماديه. يعني سيادتك المجلس كله بيتعاون عشان نحاول ننهض نادي المريخ. ينقصنا بس ان حضرتك يعني تبقى قوه الدفع ان شاء الله ان شاء الله ده لنا نصيب السنه الجايه. احنا متوكلين على الله وعلى مساعده حضرتك لينا ان احنا نصعد دوري ممتاز، وده يكون في عهدك ان شاء الله باذن الله. ربنا يا رب يبارك من حضرتك. والله اسعد واحد من ان شاء الله. يا رب الله باذن الله بس عهد حضرتك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك يا فندم. السلام مجموعة عندها المادة مجموعة متواضعة بس مدة تكتب في اللي أنا عاملها الشغل الحاجات دي كلها يعني مدة أخدمه في أي حاجة يعني انا هشوفها وان شاء الله هزود يعني حاجه بس هشوف مع الراجل هي لها تاريخ كويس زي لو خدت حظها من الامكانيات والموارد الماليه اقسم بالله تفوق الانديه الكبيره ان شاء الله. يعني يعني ده في واحد بيقول لك من نادي القاهره كده احنا بنحب نادي المريخ حاجه واحده مصداقيته في التعامل. صدقني احنا غلابه بس مش صح، بس مش يعني ايه تحت نور بس النهارده. بس انا عايز اقول حاجه احنا غلابه يعني حضرتك مذكره الرئيس دايما الولد ده يعني قد يعني انت ما عندكش موارد لكن انت يعني عفيف يا فندم شغلك مالهاش علاقه يا فندم والله يا فندم والله يا فندم وعملك اللي عمل لنا الموارد قبل كده الله يرحمه رئيس النادي لما بيجيب 30,000 في الشهر قاعد صح. مش هقول لك ان انا مش هجيب موارد، بقول لك لا ما توصفش نفسك انك غلبان. لا الحمد لله الولد ده احنا كنا على باب الله. انت يعني غني باخلاقك وغني بعملك ما توصفش نفسك ده. بص يا باشا، هو كابتن مرسي بيتكلم عن الوضع بتاعه الحالي. قبل كده نادي المريخ ده جاب احسن مدربين في مصر، كان نادي مليارات، حسن شحاته، محسن صالح، اوسه، ابو رجيله، عوض الحربي، كابتن حسام، ناس كبار قوي، جمال عبد الحميد، ربيع ياسين، مدربين اعلى مستوى في مصر، انور سلامه، كل دول اشتغلوا في نادي المريخ بس ما كان فيه فلوس في نادي المريخ. فبقول لك احنا غلابه ليه؟ لان بتاع نادي في مصر كل المدربين دول اشتغلوا في نادي العمال، يعني كل مدربين مصر دول اشتغلوا في النادي غير المدربين الاجانب، بنتراو وباتريسيو وشريف نظروف واحمد لوسيانو من 98 اتفضل شوف كده على كابتن بوبو 98 كل دول اشتغلوا في نادي المريخ لما كان في ايه فلوس. دلوقتي احنا يعني ما بوعدش ان انا احل على طول، ما بقولكش بعصر لكن اوعد ان انا يعني هبحث الموضوع صح وان شاء الله هيبقى صح. بس الحته اللي هي يعني في اللي هي ورد انها واحد من حلال قال لي ضحكوا على الحاج سيد. لا مش حاج سيد، لا الحاج استاذ ابو ايوه ضحكوا على الحاج ابو اوفه ودي كانت ارض نادي مصر. يعني هو حصل نوع من كده بالظبط كده. انا كنت جميع في النادي فبستاذن حضرتك يعني احنا برضه بنتكلم بنجيب 4 شقق الولاد اللي هم المغتربين بنتكلم في النادي. اذا كان ممكن على الاقل لو ناخد شقتين بس من الشقق في المكان في الكناري جوه المحافظه او الجهاز التنفيذي يعاطي للنادي المصري اكثر من بلوك عشان يبيت فيه الناشئين. طب احنا برضك من باب اولى ان برضك نادي المريخ على الاقل يبقى له حاجه. وشوف الاستاذ حمدي بتاع جوزنا اكتبها دي اسمع الله يخليك. انا شقتين نعمل ايه للناس وشوفوا التعاقد. احنا عندنا 8 لعيبه 8 لعيبه مش هنصعد يعني احنا 8 لعيبه مغتربين 8 لعيبه مغتربين غير اللي هيجي كمان يا باشا. يعني اضعف الايمان لو شقتين. ربنا يخليك يا عمرو والله انا شايف بس يقول له يعني ما يردش ردود جد يعني حضرتك حفظته ما يقولوهاش يعني من الاول يقول لك ده مش بتاعك. انا حضرتك كنت موجه راس البر وكان مساعد في تحت الجنب يعني انا هو فاكره احنا كلنا اولاد راس البر. طبعا دي كده على اجمل ايام انا مهما احكي لك شكرا شكرا انا كنت فعلا يعني الناس كتير قالت لي في سعيد الراجل ده في منتهى الجدعنه والرجوله واخرها الاستاذ محمود البياع، لكن شفته كمان انا فرحان بيه ان شاء الله. انا شاكر ربنا يوفقك ان شاء الله. اشكرك بس التذكره بتاع المتعلم يا صراحه عشان الرجوع بقى يوميا. انا طبعا بتاع
اتفضل.